السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم تاني بعد غياب بأكلة لذيذة وجميلة وسريعة. وطبعا ايه، مش عايزة اقول لكم، مش محتاجين ان احنا اقول لكم ان احنا في عصر السرعة دلوقتي مع الظروف والاوضاع اللي انا فيها. بداية كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا اسفة جدا والله على التأخير، بس ظروف حمل وتعب كانت صعبة جدا. الحمد لله على كل حال. ففعلا الوضع كان صعب جدا معايا، وده سبب تأخيري عنكم. مفيش حاجة تقدر تبعدني عنكم والله الا الظروف القوية جدا. فانا اسفة جدا لتأخيري عليكم كده وبعدي عنكم، بس ان شاء الله نرجع لكم بفيديوهات جميلة كده. هحاول اطور واجدد مع الزقرود الصغنن الجديد اللي معايا، وربنا يعيننا، اللهم المستعان. اكلتنا النهارده جميله وسريعه لكل اللي عايزه ايه، تعمل اكله على السريع كده وكله مع بعضه، وحاجه تعمل حاجه تشد الولاد شويه. العيال زهقت ومع الحر والتعب اللي احنا فيه، يعني محتاجين اكلات كده تكون جديده وما يكونش فيها خضار وطبيخ بقى وغموس والكلام ده. لا، هم عايزين حاجه ايه، حلوه كده. فجبنا صدور فراخ تبلناها عادي بالبصل والتوابل وسبع بهارات والتوابل بتاعتنا كلها تمام. وابتدينا بقى ايه، نشوحها على النار عشان هنعملها صينية لذيذة جدا زي اللي شفناها في اول الفيديو كده. حاجة تشهي فعلا. تمام. هنقطع بقى معانا بصل جوليان. لما لقيت الطاسه صغيره هبدا اعملها في حله، يعني حاولت ان انا ايه، اغير الحاجه اوسع يعني، عشان ابدا اعمل فيها الفراخ اللي احنا شوحناها. طبعا بعد ما شوحتها هنبدا نقطعها كده شرايح طويله، ومحضرين معانا كمان فلفل الوان متقطع شرايح هنحطه على البصل الجوليان اللي احنا شوحناه، وهننزل بالفراخ بتاعتنا اللي احنا شوحناها تمام لغايه ما تستوي معانا. يعني هي كده ناقصه سوا، واخده تشويحه بس، وهننزل بيها تمام. هتستوي كده وتبقى جميله جدا، ونشوف الملح بتاعها ونظبطه تمام. فضينا هنا الحله عشان هبدا اعمل فيها الرز البسمتي بتاعي تمام. نزلت ببصلايه مفرومه وعليها فلفل مفروم الوان والبهارات بتاعت الكبسه تمام. وهنبدا بقى ايه، نعمل رز البسمتي الجميل بتاعنا تمام. طبعا غسلينه كويس ونقعينه علشان خاطر الحبايه تبقى جميله معانا. هنا عملناه، وبعد ما يستوي بقى هنشوف هنعمل مع بعض ايه تمام. هنا الرز بتاعنا خلاص كده، حطينا له الميه بتاعته وهيبدا يتشرب ويستوي. وعلى ما يستوي هبدا اعمل البشاميل بتاعي. حمرت 3-4 معالق دقيق كده تمام. وهبدا بقى تمام احط لها اللبن على البارد. مجرد ما تبرد احط لها اللبن. هنا جهزت بقى الصينيه بعد ما البسمتي اتعمل. حطيته فرشته في الصينيه وحطيت عليه الفراخ. وهنا كنت جهزت بقى معايا الخلطه بتاعتي زي البشاميل كده، ونزلت عليها بالكريمه بقى تمام. خليتها سايبه خالص جوسي زي ما انتم شايفين كده. وهبدا احط وش جبن بقى. انا بغرق جبن. انا من عشاق الجبن يا جماعه، انا مدمنه جبن. في اي حاجه ممكن تتخيلوها لازم ادخل لها جبن. بصوا هنا الصينيه بتاعتنا بقى بعد ما حطيناها. الفيديو سريع وجميل، ومعلش بقى انا قلت اخفف عليكم كده فيديو سريع قوي تمام، علشان خاطر بس ارجع لكم وابدا ان انا يعني افكركم بيا تاني. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات جديده. اتمنى الوصفه دي تكون عجبتكم. بصوا هنا انا طلعت منها حته بقى جميله 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 بجد يعني تمام. جوسي والجبنه سايحه كده. مديه طعم بقى الجبنه على الوش مع البشاميل مع الفراخ مع الرز البسمتي. بجد اكله والله جامده جدا. كله يعني كله في صينيه واحده، بس حاجه تحفه حاجه كده يعني، مشبعه قوي وجميله قوي، وهتعجب الولاد قوي 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 قوي. وتغيير من اصناف الاكل اللي احنا بنعملها. وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وعايزه كومنت جميل جدا منكم يشجعني في الظروف اللي انا فيها مع البيبي دي اني ارجع تاني. السلام عليكم.